فما الضغط السلبي والضغط الإيجابي. بالطبيعة معناتها الفريق متاعنا من أول المقابلات في الأدوار التأهيلية معناتها كان علينا ضغط، أما ضغط رديناه إيجابي، ومن خلقنا من ضعف قوة الحقيقة في بعض الفترات وقت كنا ما احناش بدينا التحضيرات متأخرة، وبعدين عنا عناصر كانت مصابة كما عبيد كما جاكمبي كما برشا لاعبين العبد اللي تضرب مقابلة الجيش. أما كان التركيز أكثر في المقابلة، وتعدينا زوز فرق الحقيقة محترمين برشا. دور المجموعات خسرنا المقابلة الأولى مع الترجي مع مردود محترم وراضي عليه. المقابلة الثانية تصير معناتها كنا الحقيقة اور سوجي، معناتها ما سهلنا الفريق المنافس باش ينتصر علينا. تصير في الكرة طبعا عندنا مقابلة هي اللي الأمل الأخير باش نرجعوا في سباق المجموعة، خاصة ب3 نقاط إن شاء الله غدوة اللي لازمها تتحقق بلعب كرة وسيرته فنيا وذهنيا باش نكونوا حاضرين خير من المنافس، خاطر المنافس منافس محترم نحترموه. اما كما قلت لك ان شاء الله اللاعبين يقدموا احسن ما عندهم، نقدموا مقابله كبيره باش نجموا ننتصروا. اذا انتصرنا ان شاء الله غدوه تكون رجعنا الحقيقه، خاطر المجموعه الاربع فرق كبيره عندها تاريخ في الكره الافريقيه، وتولي كل مقابله عندها الاحقيه نتاعها. شنو ينجم يعمل ديكليك غدوه بالنسبه للنجم الساحلي باش يخرج بنقاط الخمس؟ التسجيل ديما باش تنتصر لازمك تسجل ان شاء الله كما قلت، معناتها اول فرصه ولا ثاني فرصه اللي تكون في المقابله نسجلوها تسهل اكثر على اللاعبين وتعطيهم اكثر ثقه في لي مومون ديفيسيل نتاع الماتش، وبرشا صبر وبرشا كونسونطراسيون. هذاك علاش خدمنا برشا على الجانب الذهني، خاطر هو اللي يخرجك في الاوقات الصعيبه في المقابله. كلمه مصلحه الجمهور اللي هي جاوا الماتش اللي فات ويمنيوا نفس المره هذيا دوزيام فوا ادوميسيل باش يشوفوا نجم في ثوب اخر ويربحوا يعني 3 بونت. ان شاء الله معناتها الجماهير الحقيقه من اول الموسم كانت معنا، معناتها سواء في قسنطينه ولا في المغرب زمشاو بعد غفيره كيف مقابله اتلتيكو والترجي. ان شاء الله معناتها نحققوا انتصار نهديه لهم، يكون دافع معنوي كبير لهم ولينا باش نكملوا المقابلات بمورال طالع، ووقتها كل مقابله ومقابلتها وترجع حظوظ الترشح للفريق ان شاء الله. حكينا مع بعضنا برشا اللي المباراة هذه عندها أهمية كبيرة إن شاء الله. 3 بوان رجعنا في الكورس الحقيقة مازال ما تلعب شيء ديجا كي تشوف معناها الكلاسمون ليكيبات الكل 3 بوان، معناها مباراة كيما هكا إن شاء الله ترجعنا في الكورس، وإن شاء الله بإذن الله غدوة 3 بوان نربحوهم إن شاء الله. طب بعيدا عن الكونديسيون فيزيك والتكنيك والتكتيك، أنتم الملاعبين في بعضكم شنو تحكيوا على المباراة؟ والله نحكيوا بينات بعضنا الحقيقة، عندنا ريفونش بيننا وبين رواحنا اللي لازمنا غدوة نعملوا رياكسيون إن شاء الله ونفرحوا الجمهور اللي جا معنا الجمعة اللي فاتت الحقيقة وروح متقلق شوية. ان شاء الله نوعدوهم غدوه بلي 3 بوان ان شاء الله ونفرحوا الجمهور نتاعنا ان شاء الله. مفتاح النجاح في مباراه غدوه حسب رأيك؟ والله الحقيقه مفتاح النجاح ما تنجمش تحكم على مباراه مازلت ما لعبتهاش، اما ان شاء الله بالعزيمه والجرينتا اللي داخلين بها الماتش ان شاء الله نروحوا 3 بوان ان شاء الله. كلمه اخيره للجمهور الايطوالي الغدوه ان شاء الله يجيب اعداد كبيره ان شاء الله بيان سور يكون باعداد كبيره، خاطر جمهور الايطوال مش غريب عليه الحكايه هذه، كل ما استحقوه نلقاوه موجود ان شاء الله غدوه يكون باعداد غفيره ويساندنا للاخر ان شاء الله. بالنسبه لمنافسكم الهلال السوداني شنو رايك فيه؟ والله الحقيقه منافس محترم، مادام يلعب تشامبيونز ليج بيان سور باش يكون منافس محترم، نحترموا ليكيبات الكل وان شاء الله بالتوفيق. يعطيك الصحه. ايش ضغط عليكم كلاعبيه خليكم كانكم حمل كبير تفوزوا فيه؟ والله الحقيقه وكانكم اون طونك فافوري. والله الحقيقه الضغط هذاك الحقيقه نردوه ايجابي، احنا ما نردوش معنا سلبي. حبينا لي 2 ماتش اللي تعداو معناها كل ماتش ناخذوا 3 بوان، لا غالب ربي ما وفقناش ان شاء الله. توا عندنا مباراه مهمه اللي هي غدوه ان شاء الله، غدوه نفوزوا ان شاء الله ونفرحوا الجمهور نتاعنا ان شاء الله. تاخذوا العبره من لونتام تاع الاسبيرونس كانت خايبه شويه، انتم كيفاش ديما لونتام تاع الماتش مهم برشا؟ بيان سور لونتام مهم برشا، زاد المنافس مهم برشا، معناها كل مباراة ماكش مش تلقى نفس المنافس، مش كيما الاسبيرونس كيما بيترو. معناها ان شاء الله المباراة نتاع غدوة نعرفوا كيفاش ناخذوها من الاول، والمباراة تتلعب من دقيقة 0 لدقيقة 90، نكونوا مركزين ان شاء الله ماتش كامل، والتوفيق ما عند ربي في الاخر ان شاء الله.